يا مساء الخير عليكم، أتمنى يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. يمكن اللي تابعني الحلقة اللي فاتت في أولى حلقات مشاريع الدخل السلبي، عملنا مع بعض الصفحات الداخلية لكتب تلوين، واتكلمنا على الأمازون KDP، وإزاي بقى اللي هي الpassive income، إزاي إن أنت تعمل دخل سلبي. وقُلنا يعني إيه دخل سلبي، إزاي إن أنت بتصمم product digital، يعني بس أنت بتعمل له التصميم وهُم بيتولّوا بقى الطباعة، بيتولّوا توزيعه، بشحنه، وكمان مش بس بيشحنوا لدولة بعينها، لأ في مجموعة من الدول مثلًا زي UK، زي USA، زي فرنسا، زي اليابان، زي الهند، مجموعة من الدول كبيرة جدًا بتقدر إن أنت تعرض عليها المنتج بتاعك، وبتصممه مرّة واحدة وبتبيعه لآلاف المرات. وإن شاء الله طبعًا هنتكلّم في مشاريع الدخل السلبي. إحنا بس اتكلّمنا على كتاب التلوين، عملنا الصفحات الداخلية، إن شاء الله النهارده هنعمل الغلاف. ولكن بقى في حاجات كتير إحنا ممكن نعملها كdigital products، وممكن إن إحنا نستفيد بيها ونعمل بيها دخل سلبي، زي الebooks أو الكتب الإلكترونية، زي الcoloring books اللي إحنا عملناها. بس في حاجات كتير للcoloring books، أنا اتكلّمت بس على كتب تلوين الأطفال، لكن في كتب تلوين للكبار، وفي حاجات تانية في التلوين، مش بس إن أنت ممكن تقول معلومة في coloring book، يعني ممكن تدّي معلومة حسابية، معلومة حتى في الscience، معلومة في الhistory. فإزاي اللي أنت كمان يبقى الebook ده يبقى كمان informational، أو كتاب اللي هو كتاب أو educational book، كتاب تعليمي يقدر توصّل بيه معلومات معيّنة. كمان في إن شاء الله هنعمل على الjournals، والjournals بقى الconcept للناس برّه، هم بيعتمدوا على الكتابة بشكل كبير، سواء بقى على الحاجات الdigital، في ناس بتستخدم الكندل، وفي عندهم electronics كده، حاجات electronics بيستخدموها كوسائل إن هم يعملوا عليها journaling، أو اللي هم يعملوا عليها المذكرات بتاعتهم، يعملوا عليها planning أو تخطيط. فإحنا هنعمل لهم planners، سواء حاجات مطبوعة أو حاجات digital. كمان في log books أو كتب التتبُّع، دي برضه هم عندهم كده زي box، أو عبارة عن دفاتر بيتابعوا فيها العادات اليومية بتاعتهم، بيتابعوا فيها مثلًا خطط علاجية بتاعتهم زي ضغط الدم، زي السُكّر، مثلًا بيتابعوا فيها وزنهم، هو راح الgym النهارده والّا لأ. طبعًا هو الlifestyle بتاعهم زي ما أنا قُلت لك برّه غير عندنا خالص، وفي ناس من عندنا بتحب تعمل كده، بس النسبة برّه أكتر بكتير من النسبة جوّه حتى في الوطن العربي. أنا مش باخُص بس مصر، بس هم عندهم concept الحاجات دي. فإحنا إزاي بقى هنصمم الحاجات دي كلّها باستخدام الCanva، وإزاي هنقدر نرفعها على platform زي Amazon KDP. بعد كده هنتكلم على الGumroad، هنتكلم على الPayHip، هنتكلم على Etsy. فإن شاء الله واحدة واحدة كده نتعلم حاجات كتير مع بعض. وده إن شاء الله الكتاب اللي إحنا هنصممه، أو غلاف الكتاب اللي إحنا هنصممه مع بعض النهارده. أنا شايفة اللي هو colorful، يعني ألوانه كده مبهجة، شايفة اللي هو بسيط برضه، تصميمه مش صعب. هنشوف مع بعض أمّا نصممه واحدة واحدة، إزاي إن هو مريح كده للعين، الأطفال ممكن تنجذب لشكله، والدنيا فيه بسيطة. وكمان يعني هو كده الcover مفتوح علشان الطباعة، بس هو ده المفروض إن هو بيتّني على 2 في شكل الكتاب. فشايفين كمان في ضهره، يعني في الجزء ده، في الضهر ده، إحنا شايفين حطّينا كمان جزء من الصفحات الداخلية من جوّه، علشان الناس وهي بتشتريه أنت بتسهّل عليهم. وهو بيعمل كده في الأمازون read sample، ما بيطلعش طبعًا كل الصفحات الداخلية، فأنت إزاي بتسهّل إن هو ده الconcept اللي هيبقى موجود جوّه، أو الطفل هيلوّن في حاجات، أو samples في عينات من الصفحات الداخلية الكتاب محطوطة برّه. فدي طبعًا بتسهّل بيعه، بيبقى أسهل كمان إن الناس تعرف هو هيشتري إيه من جوّه، وتقدر إن هي إيه، تقبل على شرا الكتاب ده بإذن الله. وزي ما اتعلمنا في التركاية كده في الصفحات الداخلية، إزاي عشان إن شاء الله الكتاب بتاعك يتوافق عليه ويتقبل بسرعة، إيه إزاي تضبّط وتهيّأ الكتاب للطباعة، والmargins اتكلمنا عليها. ولو ما كنتش شُفت الحلقة تقدر ترجع لها، هاسيبها لكم في الوصف. ولكن دي حاجات أساسية بتخلّي إن شاء الله، لإن في ناس بتعمل تعليقات حتى إن الكتاب على طول بيترفض، بس هي دي من الحاجات الأساسية اللي هي تقدر تخلّي الكتاب بتاعك يتقبل بسرعة إن شاء الله ويترفع، وتقدر تحقق منه ربح.
فزي ما عملنا المرّة اللي فاتت علشان الصفحات الداخلية تبقى مضبوطة، فإحنا من هنا بقى هنجيب الcover الخارجي الdimensions بتاعته اللي صح، الmargins الtrim lines أو الtrim guides اللي هيتقطع من عندها الكتاب وهُم بيقصوه في الفريق الأمازون KDP الخاص بالطباعة لمّا ترفع التصميم إن شاء الله. فإحنا بمنتهى السهولة بنيجي عند أمازون نكتب Amazon KDP cover calculator ونبتدي ندخل على الweb site. فدخلنا أهو على الweb site اللي هو بيحسب لنا فيه الكتاب بيكون الdimensions بتاعته عاملة إزاي وفقًا للصفحات الداخلية، فعلشان كده باحبذ دايمًا إن أنت تبتدي بالصفحات الداخلية وتخلّي الcover تعمله بعد كده. فأول اختيار عندنا بيقول لك الbinding type يعني اللي هو نوع المُجلد إيه، ففي حاجة اسمها hard cover أو paperback إحنا بنختار الpaperback وهاقول لك ليه وهاقول لك الفرق ما بينهم دلوقتي، الhard cover ده الغلاف اللي هو بيبقى للكتب الكبيرة عادةً الكبيرة في حجمها، بيبقى تخين سمكه تخين أوي، بيبقى مادة كرتونية كبيرة جدًا، وده بيبقى مخصص زي ما أنا قُلت لك للكتب اللي هي صفحاتها كتير، لكن إحنا زي ما إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت المفروض كُتب تلوين الأطفال ما تبقاش عدد صفحاتها كتير. إحنا المرّة اللي فاتت صممنا صفحات الكتاب، تقريبًا عملنا الكتاب كلّه 50 صفحة، منهم 25 رسمة و25 blank أو صفحات بيضا زي ما أنا قُلت لك عشان الطفل وهو بيلوّن ما يطبعش على الرسمة اللي بعد كده. فده الفرق بمنتهى البساطة ما بين الpaperback الhard cover، الhard cover زي ما أنا قُلت لك إن هو بيكون مُجلد من برّه تخين شوية، يعني كرتونه أتقل شوية، الpaperback بيكون ورقه يعني خفيف شوية، بس طبعًا هو بيبقى زي cover تقدر تقول اللي هو إحنا عندنا الnotebook أو اللي هي الكراسات اللي هي بتستخدمها بتدوّن فيها الحاجات أو بيستخدموها الطلبة في المدارس، بس هي بتبقى كمان أتقل منها سِنّة شوية. فده الفرق بين الpaperback والhard cover. تاني حاجة بقى في الinterior type أو الحاجات الداخلية، الصفحات الداخلية أنت بتبقى عايزها أبيض وأسود، عايزها بتبقى premium color يعني ألوان فاخرة، بتبقى standard color يعني ألوان عادية، فإحنا هنختار الblack and white لإن إحنا أصلًا الرسومات من جوّه هي أبيض وأسود، فدي الحاجة الداخلية إحنا مش هنحتاج فيها إن هي تبقى ملونة في حاجة، فهنعملها black and white. بيقول لك الpaper type بقى نفسها يا إما لونها أبيض من جوّه، يا إما لونها cream يا ground wood دي حاجة جديدة option هم حاطينه، بيبقى لون خشبي كده شوية، هنا بيبقى لونه creamy هنا بيبقى لونه أبيض، وإحنا هنختار اللون الأبيض طبعًا عشان تبقى الرسمة واضحة للأطفال. الreading direction طبعًا إحنا عاملين الكتاب بالEnglish للأطفال بالEnglish فإحنا هنعمله left to right reading direction يعني اتجاه الكتابة. الmeasurement units طبعًا إحنا كنا عاملينها بالإنش، وكنا عاملين الinterior trim size إحنا كنا عاملينه 8.5 في 11، 8.5 في 11 أهو إنش، والpage count إحنا هنقول له 50 دلوقتي هنعمل calculate dimension أهو على طول طلّع لي بقى الكتاب الmargins قد إيه، الكلام ده كلّه قد إيه. طبعًا إحنا المرّة اللي فاتت عملناها manual دلوقتي هاقول لك تاخدها إزاي من صفحة الكتاب نفسها. أنت عندك أهو download template فبتيجي بمنتهى البساطة عامل download وبتيجي بقى آخد الaccurate size أو الcustom size اللي أنت هتعمله وتصمم عليه الcover من هنا، من الfull cover ده، بيبقى هو عامله لك أهو 17.363 والheight بتاعه بيبقى 11.25 وهناخدهم بقى كده ونفتح design كتير جديد بنفس المقاس. فطبعًا إحنا قُلنا كتير إزاي تعمل design بس هنراجعها مع بعض تاني، أهو بتعمل create design وبعدين custom size وبعدين بتاخد المقاس أهو copy paste وتقول له بعدين create new design وطبعًا تأكد إن المقاس هنا بالإنش مش بالبكسل، وبكده أهو طلع عندنا الcover أهو كأن الكتاب مفتوح، الغلاف بتاعه مفتوح أهو كأنه مفرود، أهو فعلًا الsize اللي إحنا حطيناه، فإحنا هنيجي بقى على الcover اللي إحنا عملنا له download وهاقول لك اللي أنت تعمل له upload إزاي. هتيجي من هنا من ناحية الuploads وهتيجي دايس عليها وهتعمل upload file أهو و وطبعًا بتكون أنت عامل saving للcover على برّه بقى أي حتّة في الdesktop أنت تحبها، بس هو بيبقى عامله لك extracted file فأنت لازم تفُك الfile ده وتيجي عامل له كده extract مثلًا file here وتعمل OK
وبكده أهو اتفك، هو الcover في صيغتين، يا إما JPG في صيغة صورة، يا إما في صيغة الPDF، فإحنا هنسحب الصورة ونحطها على برنامج Canva أو نجيبها من الuploads أو نرفع الصورة ونعمل لها uploading من البرنامج بتاع الCanva، أو لو أنت بتستخدم طبعًا desktop للCanva أو سواء اللي أنت بتستخدمه online وداخل من الجوجل أو داخل من أي browser على طول. فهنا أهو أنا على طول عملت له upload وحمّلته على الdesign أو على التصميم، فهتيجي بقى بمنتهى السهولة أنت جاي أهو زي ما أنت شايف أنا واقفة على الcover الdimensions اللي هم عاملينها لنا، اللي إحنا عملناها download من الKDP calculator واقفة عليها أهو بالmouse وبابتدي أعمل لها dragging وأحطها على الحافة بتاعة التصميم بالضبط، وهاجي بقى أdrag كده أدراج من الناحية اللي تحت دي، من الedge اللي تحت ده، بالضبط علشان يكون على قد الكتاب اللي أنا عاملاه ولا أكتر ولا أقل، وآجي سايبة إيدي خالص، وزي ما اتعلمنا المرّة اللي فاتت اللي إحنا بنسيب margins وبنسيب للbleeding وبنسيب margin من جوّه والtrim line فهو ده كده زي ما أنت شايف هو جاهز، فكل اللي عليك اللي أنت هتسحب بالمسطرة وهتحط بقى اللي هي سواء على حواف الكتاب أو على الوش الخارجي أو على الضهر بتبتدي تحط الmargin زي ما هو عاملها كده على الحواف اللي هي الروز، وهنعملها دلوقتي واحدة، واحدة مع بعض. وزي ما قُلنا برضه في الحلقة اللي فاتت، أنت عشان تبيّن المسطرة يا إمّا بتعمل Shift وR من الكيبورد، وطبعًا تتأكد إن أنت تبقى واقف على الdesign أهي لمّا العلامة الmove تيجي لك كده، تعمل Shift وR فهيطلع لك على طول المسطرة، يا إمّا تيجي من عند File وتعمل Settings وبعدين تعمل Show Rules and Guides وبالشكل ده هتبان معاك المسطرة. فهنيجي نسحب بقى كده زي فاكرين المربع اللي إحنا عملناه المرّة اللي فاتت عشان نعمل 3 point والّا 3.75 وعملناه من الناحيتين وكده، فدي هي أنت بس كل اللي عليك اللي أنت هتُقف على حواف الكتابة الروز دي، وهتنزل أهو كمان وتسحب مسطرة تانية أهي للجزء اللي تحت ده، وهتبتدي سايب إيدك وحاططها، وهتيجي برضه من الناحية اليمين عامل نفس الكلام. وهتيجي من الناحية الشمال برضه ساحب المسطرة وعامل نفس الكلام من هنا بقى من غير ما تعمل مربعات أو أي حاجة، بس لازم تتأكد إن ما يبقى الحاجة مضبوطة على الcover الروز ده، علشان زي ما أنا قُلت لك المرّة اللي فاتت ساعات كتير لمّا تيجي مش سايب المسافات صح، الدنيا ب م م عندهم ما بتبقاش ضابطة وبيرفض الكتاب على طول. فلو أنت عايز إن شاء الله إن الكتاب بتاعك يتقبل بسرعة، لازم تعمل الخطوات البسيطة دي في الأول قبل ما تيجي تعمل التصميم نفسه علشان يتقبل. وبعدين بقى ممكن تُقف على الcover نفسه هو ما لوش لازمة معانا، هيضايق حتى في التصميم، بس ممكن إن إحنا كمان نزوّد الحتّة اللي في النُص دي، أنا معلش نسيت أعملها، فتيجي واقف عليها عشان تبقى عارف إن ده الكتاب هيتّني من هنا ومن هنا، بس وتيجي كده عاملها وخلاص، وتبتدي بقى إيه، تمسح الكتاب بمنتهى السهولة واقف عليه وجاي ماسحه، أهو بان لك إيه، أدي الكتاب وأدي الmargins بتاعته بمنتهى السهولة من غير ما تعمل بقى مربعات ولا تعمل calculation ولا تعمل أي حاجة من الcalculator web site اللي إحنا وقفنا عليه نفسه هيسهّل معاك الدنيا كتير. وعلشان نحط خلفية مناسبة للكتاب التلوين، فإحنا بنختار بقى بنيجي عند elements وبنكتب jungle مثلًا أو نكتب wild أو عايز تكتب غابة مثلًا بالعربي ما فيش مشكلة، هيطلع لك طبعًا في حاجات كتيرة backgrounds كتيرة، في حاجات منها paid وفي حاجات منها مش paid حاجات free فأنت طبعًا زي ما أنا قُلت لك العلامة اللي عليها الtag دي معناها إن الحاجة paid دي أنت مش هتستخدمها، دي معناها إن الحاجة free فتقدر تستخدمها بمنتهى السهولة. فأنا كنت مختارة في التصميم اللي أنا عاملاه ده، وزي ما أنا قُلت لك أنت هتُقف بقى لازم على الedge وتخلّي بالك إن الحواف وهنبتدي بقى نعمل الtext اللي هو easy and fun coloring book هنكتبها كده مع بعض واحدة، واحدة. فإحنا كتبنا أهو easy and fun زي ما إحنا شايفين bold خط مناسب أصغر، لإن اللي بعد كده coloring book هتبقى بالfont بتاعها أكبر شوية. طبعًا زي ما أنا قُلت لك الحواف من فوق، الحواف من جنب القطعة بتاعة الكتاب أو التانية بتاعة الcover لمّا ييجي يتّنى أو لمّا الكتاب بقى يتلزق كلّه مع بعضه، لازم تخلّي بالك إن الكتابة ما تجيش على الحافة دي. أو الكتابة ما تطلعش هنا لفوق علشان كده هي هتطير وهيترفض الكتاب أصلًا لو أنت جيت حطيتها في الغلط، فأنت دايمًا تتأكد إن إيه، اللي أنت ضابط إيدك وأنت بتحط أي text اللي هي تبُص يمين، شمال، فوق، الدنيا معاك مضبوطة، وطبعًا لو هتكتب حاجة من تحت أو هتحط أي elements فلازم تتأكد إن هي برضه مش هتيجي على حاجة في الحواف أو مش هتيجي على الحتة اللي هيتّني منها الكتاب.
وعلى coloring book برضه حاولت بقى عشان أخلّيها شكلها كده funny شوية، اللي أنا ألوّن الletters جوّه الكلمة نفسها، وأختار font أهو أنا اخترت حاجة اسمها Freedoka ده كده bold شوية وشكله funny. لو جينا كمان عملنا واخترنا نفس الfont نوع الfont على كلمة book، وبرضه أنت بتلوّنها بطريقة funny. طبعًا اختيار الألوان دي حاجة ترجع لك، بس أنا شايفة إن هو لو أنت عملت color كده colorful بتشد الطفل وبيبقى شكلها حلو على الtitle بتاع الكتاب أو على عنوان الكتاب. فأنت زي ما أنا فهّمتك إن أنت حاول كمان على قد ما تقدر إن أنت تبعد عن الحواف دي، علشان لمّا ييجي الكتاب يتّني ما يبقاش الكلمة ضايعة وما تبقاش الدنيا شكلها مش لطيف. وتيجي برضه من فوق نفس الكلام، تحاول تضبّط الكلام على قد ما تقدر. وطبعًا علشان الكتابة تكون واضحة على الcover هو الدنيا لطيفة وباين اللي هي colorful وكده، ولكن علشان تبقى واضحة على الcover بتيجي واقف على الكلمة نفسها وتيجي على effects زي ما إحنا اتعلمنا قبل كده في الحلقات اللي قبل كده، وتيجي عامل drop shadow يعني، وتخلّي الtransparency بتاعته على قد ما تقدر درجة الشفافية بتاعته تكون يعني ما تكونش شفافة، تكون واضح إن في shadow محطوط فيه، وتيجي عامل برضه نفس الكلام على book وعلى easy and fun علشان وقت الطباعة زي ما أنا قُلت لك تكون الكلمة واضحة وتاخد العين. وأنا اخترت كمان shape عشان أكتب عليه العمر اللي بيناسب كتاب التلوين ده، يعني قد إيه الأطفال من عمر كام لكام يقدروا يستخدموه. فأنا اخترت الshape ده، لكن أنت ممكن تيجي تكتب shapes في الsearch bar هنا وتعمل graphics وهتلاقي بقى الshapes كتيرة جدًا زي ما أنت شايف، ومعظمها حاجات free يعني. ممكن تعمل اللي هي على شكل brush دي برضه بيبقى شكلها لطيف. يعني لو جينا استنى كده أشوف لكم حاجة تكون مناسبة زي كده مثلًا، دي برضه free وتغيّر مثلًا اللون زي ما أنت عايز من هنا، تعمله أي لون وليكن اللون ده تعمله لون orange whatsoever وممكن تكتب عليه. طبعًا أنت على حسب حجم الdesign معاك اللي أنت اخترته، تقدر تحدد حجم الshape والكتابة اللي أنت هتكتبها جواه. وكتبت أهو جواها for toddlers أو للأطفال من سن أو ages from 1 to 4 من سن سنة لسن 4 سنين. ونكتب برضه في الelements نكتب cute giraffe علشان نحط الزرافة اللي كانت موجودة للكتاب اللي أنا كنت مصمماه من قبل كده ويكون شكلها لطيف يعني. ونختار بقى طبعًا هو في حاجات مجانية وفي حاجات بتكون مدفوعة طبعًا على حسب الaccount بتاعك هو free والّا هو pro. وزي ما أنا قُلت لك أنت مش محتاج الpro أوي في حاجة خاصةً وأنت بتبدأ وأنت لسه ما عملتش دخل، لكن لو بعد كده ده هيبقى شغلك ومصدر رزقك، فكده أنت لازم تدفع للCanva ولازم تعمل account pro. بس هنختار على طول بقى الزرافة اللي تناسبنا، وأنا فعلًا اخترتها، وهي فعلًا الزرافة اللي أنا اخترتها. وطبعًا أنت لو عايز تعمل لها كمان shadow من الأفضل كمان إن أنت لو مش محطوطة الدايرة اللي تحت دي، أنت تعملها بنفسك أو تعمل كأن هي shadow كأن هي مكان قاعدة عليه، وتعمل لها shadow هي نفسها زي ما أنا برضه علمتك وعملناها في الحاجات اللي قبل كده، برضه بيدّي شكل لطيف. يعني بُص شايف الshadow ده ال ال الظل ده اللي موجود بيدّي شكل لطيف جدًا في الطباعة، بتخلّي الshape بتاعة الحاجة شكلها كويس وشكلها واضح كده ومُبهِج يعني. إحنا كده تقريبًا خلّصنا الوِش بتاع الكتاب أو الوِش بتاع كتاب التلوين يعني، وهنبتدي بقى نشتغل في الضهر، وهاقول لكم كمان على الفراغات البيضا دي هنعمل إيه دلوقتي. وبعد ما صممنا وِش الكتاب هنبتدي نصمم ضهر الكتاب الجزء التاني لمّا الكتاب بيتّني. وهنا مهم جدًا إن أنت لازم تعرف حاجة معلومة كده. هو أنت مثلًا بتنشر كتاب أو أنت بتروح لدار نشر معيّنة عشان تطبع لك كتاب، بيطلب منّك اللي أنت تدفع قصاد حاجة اسمها رقم السيريال بتاع الكتاب. ببساطة دي حاجة مثلًا زي ما أنت بتروح سوبر ماركت بتيجي بتشتري حاجة علشان يميّز الproduct على السيستم، لمّا يطلع له بيدّوا له رقم، الكاشير بتلاقيه بيعدّي scanner كده وبياخد الكود. الكود ده بيبقى كمان موجود على الكتب اللي هي بتتباع، وفي الغالب بتدفع له وبتدفع له مبالغ يعني بتختلف من دولة للتانية، ولكن الأمازون بتوفّر الخدمة دي أو الكود ده مجانًا، وهو بيُدرج تحت حاجة اسمها ISBN.
دي هاوريها لكم في حلقة خاصة إزاي بترفع الكتاب على الأمازون KDP خطوة بخطوة إن شاء الله في الحلقات اللي جاية هتكون في حلقة مخصصة عن كده، ولكن تعريفيًا يعني إن أنت بيبقى في حاجة اسمها ISBN code. ليه أنا قُلت لك المعلومة دي وإحنا بنصمم ضهر الكتاب؟ لإن هاوريها لك دلوقتي هي بتبقى موجودة فين. لو أنت فاكر وإحنا عملنا الcalculation للdimensions بتاعة الكتاب وجبنا الcover، فلو جينا عند الuploads واسترجعنا الcover تاني وجيت عملته بنفس الفكرة أهو هو جه لوحده، فهتلاقي العلامة الصفرا دي هو بيوريها لك دي اللي هيتكتب فيها السيريال بتاع الكتاب بتاعك، فدي ما ينفعش اللي أنت تحط فيها أي كلام، أي text يبقى الdesign معمول فيها، فإحنا كده ببساطة إحنا ممكن بنسحب كده المسطرة ونعمل line إن أنت تقدر تحط بيه إن أنت ما تعدّيش حدود الISBN code. وهنا طبعًا مش مشكلة اللي أنت تعدّي الline ده في الcover، لكن ما ينفعش تعدّيه في ضهر الكتاب. ونكمّل بقى تصميم ضهر الكتاب. طبعًا زي ما أنا قُلت لكم بيبقى في reading samples أو اللي هم بيطلّعوا للناس وهم بيعرضوا الكتاب بتاعك على الأمازون KDP لو جيت رفعته واتقبل إن شاء الله، فبتلاقي إن في section كده اسمه read sample بيطلّع بس كام صفحة من الكتاب، في الغالب بيبقى الcover والضهر الكتاب وبيبقى في النُص كام design من اللي أنت عاملهم، بس أنت عشان توضّح للناس قد إيه الرسومات بتاعتك سهلة، قد إيه اللي هي يعني لطيفة، يعرف هو هيشتري إيه، فأنت ممكن تعمل grids أو اللي أنت بتعمل زي mock up كده بتحُط فيه الصور على ضهر الكتاب من النماذج اللي أنت عاملها أو التصميمات اللي أنت عاملها للصور جوّه الكتاب، ودي ببساطة جدًا هنيجي عند الelements هنكتب مثلًا يعني لو العدد اللي أنت عايز تعرضه 6 photo grid، هيطلع لك بقى شكل الgrids عاملة إزاي، إحنا أهو آخدين ال6 وهتيجي وحاططهم هنا كده طبعًا علشان لسه إحنا هنكتب تحت هنا هنكتب كده معلومات الكتاب أو ناخد من الdescription بتاع الكتاب ونحطه هنا برضه علشان يكون موجود في الcover. وزي ما أنا قُلت لك إن الline اللي هو تحت ده مش المفروض اللي هو يعدّي الكود اللي هم هيحطوه اللي هو الISBN code، اللي هو يعني اختصارًا لحاجة اسمها International Standard Book Number أو الرقم الدولي المعياري للكتاب، وزي ما قُلت لك إن الأمازون بيوفّره لك من غير ما تدفع أي فلوس، بيوفّره لك بطريقة مجانية جدًا عشان تقدر تنشر الكتاب ويكون ليه رقم للنشر يعني. تمام، فأنت مش المفروض تتخطى في الline اللي أنا واقفة عليه ده، مش المفروض تتخطى خالص الخط ده علشان تسيب مساحة للكود وعشان الكتاب بتاعك يتقبل، دي برضه من التريكات المهمة جدًا وأنت جاي علشان ترفع الكتاب ويتقبل بسرعة بإذن الله. وهنا زي ما إحنا شايفين الgrids الmock up ده اللي إحنا هنحط فيه الصور، وزي ما إحنا شايفين هو عامل الborders أو عامل الحدود بتاعة الgrids دي اللي إحنا هنحط فيها الصور الsamples اللي إحنا هنعرضها على الناس، عاملها لونها أحمر، أنت ممكن تغيّرها، فأنا شايفة مثلًا اللون الأورنج ده هيبقى لطيف وmatching مع الcolors بتاعة الcover، فده هيبقى كويس، وهنا بقى وهنيجي نبتدي نحط الصور في كل صورة من هنا، بطريقة بسيطة جدًا. فزي ما أنا قُلت لك بمنتهى السهولة أنت على الصور اللي أنت صممتها أو اللي أنت عملتها باستخدام البينج زي ما أنا علمتكم اللي أنت تعملها إزاي، وبتيجي نختار الحاجات اللي شكلها cute وشكلها catchy للأطفال، وبتيجي ساحبها كده وحاططها في الصورة الصغيرة، برضه على تاني صورة هتبتدي تعمل كده، هتسحبها وتسيبها، بتبتدي تختار الحاجات اللطيفة وبتحطها تعرضها للأطفال. كده زي ما إحنا شايفين أهي هي كده الصور كلّها كملت وحطيت ال6 صور، وشكلهم لطيف وشكلهم catchy وبرضه بيبيّنوا للي هيشتري الكتاب، لإن مش الطفل هو في الغالب اللي هيدفع يعني online لإن ده الكتاب مخصص لطفل عمره صغير، ففي الغالب هيبقى حد من أولياء أمره يعني من باباه أو مامته هو اللي بيشتري، بس يبقى عارف هو على الأقل بيشتري إيه من جوّه الكتاب. وجيت أنا برضه عملت حاجة textual كده أو كتبت حاجة ممكن تستخدم ChatGPT، وأنت كمان هاورّيكم إزاي اللي أنت تعمل وصف للكتاب باستخدام الChatGPT أو باستخدام أي AI tool يعني، بس أنا باعمله بالChatGPT، وكتبت cute and easy toddler coloring book big sample coloring pages for little kids ages from 1 to 4 keep your toddler happily busy. يعني ببساطة كده ده كتاب cute وسهل للأطفال الصغيرين، يقدر اللي هو يستخدم فيه تلوين أو يعني حاجات تلوينية بسيطة، صفحات تلوينية بسيطة للأطفال عشان تخلّيهم مبسوطين وعشان تخلّيهم مشغولين في الوقت إيه، اللي هم يستخدموا فيه أو يلوّنوا فيه الكتاب.
وزي هاعيد تاني معلش المعلومة دي بس أنا هأكد عليها، لازم الtext تتأكد إن هي ما تعدّيش الخط اللي هو لونه موف ده في الحافة دي من الجهة اليمين أو من الجهة الشمال، وطبعًا الحتّة اللي إحنا حطيناها دي الخط اللي إحنا حطيناه على الISBN code لو أنت حتى مش لو أنت حتى مش هتعمل عدد السطور دي، هتعمل عدد سطور أكتر، هتقلل الصور، هتزوّد الصور، لازم تاخد بالك من الmargins دي كويس جدًا خاصةً على الcover لإن إحنا عاملين الخط ده علشان خاطر الISBN code مش عشان أي حاجة تانية، وطبعًا هو زي ما أنا قُلت لكم إحنا في الcover في الوش ما فيش ISBN code بس مهم إن أنت تاخد الmargins اللي هي على حواف الصفحات وما تعدّيهاش. والbackground أو الخلفية بيضا ماشي الحال، بس أنا شايفة لو إحنا عملنا لون تاني ممكن يكون ألطف واستخدامه يعني هيبقى ما يبقاش في فراغات بيضا كده كتير، ممكن ناخد مثلًا لون baby blue أو لون السما شوية علشان نخلّيها في الخلفية، فإحنا هنيجي على الcolor palette وهندوس عليها أهو زي ما إحنا واقفين كده أهو، وهنختار بقى لون كده لو اخترنا مثلًا اللون اللبني ده وجينا فتّحنا شوية، نروح ناحية الفاتح شوية، أيوه، أهو كده أفتح، بيتهيأ لي اللون ده لطيف، ده كده ظريف، فبكده أهو كده هنبقى صممنا الcover كامل وشكله catchy وطبعًا إحنا مراعيين خالص الmargins أنا بأكد على المعلومة دي مرات كتير معلش، بس دي حاجة مهمة جدًا علشان الكتاب بتاعك يتقبل، وبكده أنت تبقى صممت الغلاف كامل متكامل، وإن شاء الله ترفعه على أمازون ويتقبل وتجيب بيه ربح وتبقى عملت دخل سلبي، وزي ما فهّمتك الدخل السلبي دي حاجة بتعملها بتقدر إن أنت تجيب بيها فلوس بترفع الكتاب مرّة واحدة وإن شاء الله يتباع مرّات كتيرة جدًا، ويعمل معاك الربح اللي أنت بتتمناه. حقيقي اتبسطت من الحلقة بتاعة النهارده جدًا، استمتعت جدًا وأنا باشتغل معاكم، وأتمنى إن أنا أكون قدرت أفيدكم، ومحتاجة إن أنتم تتفاعلوا معايا وتكتبوا لي في التعليقات لو أنتم محتاجين تتعلموا أي حاجة في الكنفا، في حاجة جديدة عايزين تعرفوها في الكنفا، يا ريت تكتبوا لي وتسيبوا لي comments تقدروا كمان تتواصلوا معايا على صفحتي على الLinkedIn هاسيبها لكم في وصف اليوتيوب. وما تنسوش لو الحلقة فعلًا أفادتكم إن أنتم تشاركوها مع أصدقائكم، وتعملوا subscribe للقناة وتفعّلوا زرار الجرس عشان يوصلكم بكل جديد، وحقيقي استمتعت معاكم النهارده، وأرجو إن أنا أكون أفدتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في المرات الجاية بإذن الله تعالى.